السلام عليكم ورحمة الله. هنعمل النهاردة بيتزا زي بتاعة المطاعم وأحلى كمان. هنعملها النهاردة بالجبنة. هنعملها بطريقة سهلة جدا. ممكن أي حد يعملها وتنجح معاه من أول مرة، خاصة المبتدئات. شايفين بقى المنظر والطعم طبعا تحفة جدا، يعني مش منظر بس، منظر وطعم كمان. يلا بينا نبدأ الفيديو. معانا اول حاجه كده حوالي معلقتين دقيق، هنحط معاهم نص معلقه صغيره خميره وشويه ميه كده ونسيبهم ربع ساعه عشان الخميره تنشط. كيلو دقيق عليه رشه ملح او نص معلقه صغيره ملح ونص معلقه بيكنج باودر. وهنجيب الخميره بعد ربع ساعه هنبدا نحطها على العجين. ومعانا كوباية زبادي كبيرة، زبادي بلدي احنا عاملينه في البيت. هبقى احط لكم اللينك بتاع الزبادي. لو مش عاملين في البيت يبقى كوباية كبيرة. ونص كوباية زيت، ويفضل طبعا زيت لو زيت زيتون او اي نوع زيت. وهنبدأ ان احنا نقلب كده قبل ما نبدأ نعجنه. طبعا يفضل ان العجينة دي نعجنها ما يقلش عن 10 دقايق، يعني نفضل نعجن فيها كده لما تبقى يعني كده ايه تتلم معانا ايه زي ما هنشوف دلوقتي في الفيديو. نفس كوباية الخميرة دي هملاها مية من الحنفية. وهبدأ بقى ان انا اعجن العجينة بتاعتنا النهاردة. العجينة ديت بتاخد مقدار ان احنا بعد ما هنعجنها تخمر قد ايه. احنا هنحطها في التلاجة ممكن تقعد يوم اقل حاجة. ده شكلها بعد ما عجناها. هنسيبها ترتاح بقى كده ساعة، وبعد كده هنقطعها زي ما هنشوف. زي ما بقول كده ان احنا هنسيبها في التلاجة يوم او 2 أو 3. كل ما بتقعد في التلاجة كل ما طعم العجينة طعم البيتزا بيبقى احلى. ده شكلها بعد ساعة. هنسيبها ساعة. ده شكلها بعد ساعة. هنقطعها بالشكل ده، هنحطها في اكياس كده ونحطها في التلاجة. الطريقة دي بتخلي البيتزا الصراحة طعمها ملهاش حل. طعمها جميل جدا. خاصة كمان للناس اللي هي بتشتغل. العجينة دي ما بتاخدش وقت خالص، وفي نفس الوقت هنحطها في التلاجة ونطلعها من التلاجة وقت ما نحب بقى نخبزها في الفرن. بتبقى يعني مثالية. هنعمل بقى الصلصة بتاعتها. دول كوبايتين عصير طماطم. الصلصة انا بعملها بطريقة كده مختلفة عن اي حد. هحط معاها قطعة زبدة وشوية كمون، نص معلقة كمون كده. الطريقة دي بتدي طعم للبيتزا خرافة. يعني بعد ما فردنا بعد ما سيبناها في التلاجة اكتر من يوم او يوم يعني على الاقل، هبدأ افردها كده في الصينية مع شوية زيت. وبعد كده هخرم العجينة كده بالشوكة علشان خاطر تاخد من طعم الحشوة بتاعتنا. وهناخد الصلصة بتاعتنا كده اول هندهن العجينة كده بالصلصة. وبعد كده هنحط جبنة موتزاريلا او اي نوع جبنة بقى. الحشو ده بتبقى اختياري لينا، ممكن نحط ايه. وفلفل قطع وزيتون مخلي بالشكل دوت شرائح كده. البيتزا بتاعتنا جاهزة ان احنا نحطها في الفرن. هنحطها في الرف الوسطاني، وبعد كده هنحمرها تحت الشواية. هنحطها في الرف اللي تحت خالص لمدة ربع ساعة. وبعد كده هنحمرها او لما يعني ربع ساعة، او لما الحروف تتحمر نبدأ ان احنا نطلعها تحت الشواية تتحمر. واتمنى الوصفة تنال اعجابكم. يا ريت تجربوها، هتعجبكم جدا جدا. والسلام عليكم ورحمة الله.